الحكايه ترجع لرئيس المجلس. نحن مانيش باش نقيموا ولا باش نقعدوا باش نعملوا دار مقام في المجلس، نحن جايين على خاطر قضيه معينه وللضغط خاطر كفينا شعارات، واحنا التعاطف والحاله السخونه هذه نعرفوها لو كان احنا نمشيو من هنا كل شيء باش يمشي تحت الماء وكل شيء باش ينزل. إذا كان أعضاء في المجلس التأسيسي ما نجموش يدخلوا 4 من عائلات الشهداء اللي اليوم يلزمهم معناها يكونوا موجودين محطوطين فوق راس مش مجرد شعارات، فما بالك اللي احنا باتخاذ إجراءات اللي نقولوا احنا وقرارات ثورية. وأنا أيضا مستغربة، احنا البارحة قعدنا معاكم في معناتها وقت معناتها تنظيم الندوة هذيا، وفي بالنا اللي الأحزاب الكل باش تحضر خاطر اليوم هذه قضية وطنية وما نحبوش تتسمى على فئة سياسيه معينه وعلى اساس حملات انتخابيه، واحنا خاطر بدا الكلام حتى في واحد يقولوا راهم يتمنيكوا عليكم انتم عائله الشهداء ويوهموا فيكم وراهم باش يخدموا فيكم وراهم كذا. احنا من المفروض اليوم كنت نتصور انه باش تكون الاحزاب الكل موجوده اليوم كي راه معناتها الاحزاب تتحسب على سوابع اليوم اللي موجوده، وانه القضيه من المفروض اليوم القضيه هذه باش توحدنا الناس الكل، وهي قضيه وطنيه وعائله الشهداء ماهوش متسيسين واللي ماتوا ماهوش متسيسين، والقضيه هذه المفروض اليوم تكون قضيه الناس الكل. واللي خرجوا الاعضاء والكتل اللي خرجوا لاجل الابراهيم ولاجل شكري بالعيد اللي هما نتصور اليوم لو كان شكري بالعيد كان حي ونحن نعرفوا المبادئ نتاعو كان خدا موقف ثوري في الحكايه هذيا، والابراهيم كيف الله يرحمه كان كيف ياخذ موقف ثوري، ونعرفوا احنا معناتها الموقف نتاعو من ملف الشهداء والجرحى. الناس هذوما اللي كانوا من المفروض انهم يكونوا من حيث المبدا، اذا كانوا باش يساند لك قضيه معينه ومعناتها ويكون على اجل اغتيال معناتها الناس هذوما لازم يكون من حيث المبدا اللي هو يعني معناتها يكون من معناتها من نفس الدرجه نتاع المبادئ نتاعهم هما، من المفروض انهم اليوم يكونوا موجودين. وبالتالي انا عندنا مجموعه من الطلبات كنا باش نقولوها، انا نعتذر عليها وننسحب من الجلسه هذه، ونحب نبين انه بالنسبه لنا احنا هذه اليوم مفصلي، وبالنسبه لنهار صدور الاحكام انا نعتبره هذيك الورقه الاخيره للاحزاب هذه اللي هي معناتها باش تبطل شعارات ومعناتها تاخذ مواقف ثوريه. وبالنسبه لي انا اذا كان اليوم احنا ما ناخذوش مواقف ثوريه وما نكونوش معناتها نتوحدوا الكلنا على كلمه واحده، انا بالنسبه لي انا اللي ماهوش باش يكونوا معنا في القضيه هذه راهو باش يكون ضدنا ونحسبوا احنا عدو للشهداء وللجرحى وعدو للثوره التونسيه. شكرا.